السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة بيت سمية. إذا كنتم جدد أهلا وسهلا، وإذا كنتم من المشاركين فشكرا لكم على دعمكم. سأشارككم اليوم وصفة تقدير الأضرار بطريقة سهلة واقتصادية. فلننطلق على بركة الله. المكونات عندنا اللحم وشوية من القديد أو كما معروف في أضرار اللحم اليابس. عندنا هنايا طماطيش والبصلة والثوم. دائما هنا بالنسبة للمكونات اللي نعطيكم، نتوما تنجموا تزيدوا ولا تنقصوا على حسب أفراد العائلة. بالنسبة لزيبيز عندنا ملح، البزار، الفلفل الحار والعكري وشوية من الكمون والعطور نتاعنا تاع صحاب أضرار. أي المكون الأساسي في هذه الوصفة اليوم هو السلق اللي باش نخدموا به لاصوص، والشعير نتاعنا اللي باش نخدموا به التقدير. ونتمنى تشوفوا الفيديو حتى الاخر وتشوفوا النتيجة. والقليل من الزيت. فلننطلق الى طريقة التحضير. ها هي الخضرة نتاعنا من بعد ما غسلناها ونقيناها. راح نحاولوا في الهاشوار نديروا الطماطيش والبصلة والثوم، نربوهم باش نحطوهم في القدرة تقلاو. هنايا جا ولد اختي حلف بيمينو غير هو يربي لنا شوي. ها هي هنا بعد ما ربينا البصلة والطماطيش والثوم، وغسلنا اللحم نتاعنا ونمشيو للقدرايه من بعد ما درنا فيها الزيت. لا بالك تخرجي وحده فاهمه حكه وما حكه، راه موسخه في الوسط وراها اختي. هاد اللي عنده هاد النوع من هاد القدوره والصابره كما يقولوا يعرفوا باللي زعما اي حاجه ديرها فيها تلصق في الجناب نتاعها. يسمى اختي بما اني درت الزيت هو الاول وخليته الثاني حمى، عاد ضفت عليه هذيك راه يدير لي ديك الصفورياطه في القدره. ما علينا، نرجعوا البصله كما قلنا كي يحمى الزيت نزيدو عليه البصله والطماطيش والفلفل. عفوا قصدي اللحم نتاعنا. نخلو كل شيء يتقطق مع بعضه او يتقلى ونعاودو نزيدو لي زيبيس الثانيين. ايوا كيما هكا كنا ها هما من بعد ما تقطقوا كل شيء. هنا عفوا برك ما قلت لكمش نزيدو طماطيش كبيره، قوطي طماطيش القوطي او المصبره. هيا ونخلطو كلش ونخلوه يتقطق على خاطرو او يتقلى على خاطرو. انا فقط لي زيبيس ما نديروهمش في الاول برك باش ما يتحرقوش يولي تلقوا لنا واحد المروريه في الماكله نتاعنا. نقلوا اللحم نتاعنا وحوايجنا عاد نزيدو لي زيبيس. شوفوا لي ما شاء الله على داك الكولور. هيا هنايا طول نزلعو بالسلق نتاعنا او السبانخ كل واحد واش يقول له. ايوا كيما هكا. ايوا ونحاولوا داك البنه اللي يطلقها اللحم مع البصله مع الطماطيش، نحاولوا نخلطوا كاع كلش مع السلق نتاعنا، عاد نضيفوا لي زيبيس نتاعنا. نعاودوهم لي زيبيس. قلنا عندنا الملح والفلفل الحار والعكري والبزار وشويه من الكمون وشويه من عطور العيش نتاعنا. كما قلت لكم بهذه الطريقه راه ما شاء الله بحوايج مش مكلفه وساهل وخفيف ظريف. وهذا يعني تقدير اضراري 100%، زعما كاع اهل الاضرار الا ما خفت نقول كل زعما يعرفوا هاد الاكله.
وان شاء الله اللي يعرف يطيبها راه يعرف، واللي ما يعرف ان شاء الله يتعلم يدير الطريقه هذه وتصدق معاه. هنايا من بعد ما كلش تقلى لينا ودرنا لي زيبيس نتاعنا نضيفوا الماء. هنا الماء اللي بغى يديره سخون يدير، واللي بغى يديره مسبله عادي. اي الماء نديروه فقط على حساب ما يتغطى لنا اللحم نتاعنا. كي يتغطى اللحم نتاعنا شوفوا لي ما شاء الله على داك اللون. كي يتغطى اللحم نتاعنا نغطوه ونخلوه يتقالب ولا يطيب اللحم نتاعنا. نمشو هنايا نشوفوا العجين تاع التقدير كيفاه يتعجن. ايوا ها هو الشعير نتاعنا من بعد ما نقصنا منه شوي. هذاك شوي اللي نقصناه برك باش كي نجيو نحللو على الرخامه ولا على سطح العمل نرشوه باش ما يشدش معانا. وهنا بالنسبه للعجين عندنا فقط الملح والماء ونعجنوا الشعير نتاعنا. بالنسبه للسمك ولا الصلبه نتاع العجين تكون قاسيه شوي ولا قاصحه ولا عاقده ولا. انا فقط نحاولوا نلموا العجين تاعنا ما نعجنوش وما ندلكوش، فقط نحاولوا نلموه. مهم. انا كنت باغا نسرع الفيديو بصح قلت احسن شي زعما تشوفوا الطريقه نتاع لم العجينه فقط باش ما تكبيش الماء ضربه وحده تجرها لك، وما تكبيش بشوي شوي تقعد لك قاصحه بزاف. شوفوا كيفاش تكون. هنا من بعد ما لميناها وكاع نخلوها ترتاح ونمشيو نوجدو سطح العمل نتاعنا ولا الطابله ولا على من بغينا نحلو العجينه نتاعنا. هيا ها هو هنا داك شويه الدقيق اللي كنا مخليينه زعما باش نرشوه على سطح العمل كيما قلنا. هي نحاولوا نحلوه بالسمك مو غليظ غليظ مو رقيق رقيق. هنا فقط ناس زمان ماواتنا وجدودنا كانوا يحلوه في الطبق. صح حنا دركا جي العصر ولا معاصرة ولا لا كيما يقولوا. هيا مازال ان شاء الله شادين في حوايجنا نتاع بكري، بصح مخلطينهم بشويه من هاد الشي نتاع الحاد الوقت نتاعنا هذا. كان يحلوها ومن بعد يقطعوها اشكال مربعه مخمسه مسدسه، يديروها تفور شغل يجيبوا القدره يديروا فيها الماء يديروا كسكاس يخلوها كي تفور عاد يديروها في لاصوص نتاعها. حنايا دركا والو نمشو نيشان نحلوها نقطعوها بسمك ما يكونش غليظ ما يكون رقيق. نوريكم شوفوا هنا كيفاش يكون. يعني كيما نهزوها كيما نمشيو نديروها في لاصوص نتاعها فقط باش ما تعجنش لينا. هذاك علاش كانوا يفوروها زمان. حنايا لقينا الحل بدل ما نقعد نفورها وهذا وهذا نصبر ونقعد كي نجي نديرها في لاصوص نقعد نديرها بحبه حبه حتى يكمل كاع العدد اللي عندي ولا لا. ايوا هنا ثاني هنايا انت تتحكمي في الحجم نتاع التقديره نتاعك. بيتيها كبيره ديريها كبيره وبيتيها متوسطه ديرها متوسطه. انت حره زعما كيفاه تقطعيها. ولا داك المربع. انا فقط راح نحل معاكم الجزء الاول من العجينه هنا نحطها في هذا. ايوا يلا نمشيو نديروها مع بعض في لاصوص نتاعها. شوفوا الطريقه كيفاه تندار.
اول سر من الاسرار نتاع باش ما تعجلكش كيما تكونيش مفورتيها، هو تخلي الماء كيما هاك يتقالب كيما راكي تشوفي، عاد تولي ديري الحبات نتاعك نتاع التقدير. لانه كون تكوني ضايفه الماء ونيشان ديريها تلبخ لك. وإلا كنتي مفورت زعما كيما كانوا يديروا ناس زمان يفوروها انت حرة. ايوه، ها هو هنا من بعد ما كملنا كاع العجين تاعنا والتقدير نتاعنا، نضيفوا له شويه ثوم وزوج حبات نتاع فلفل ولا حبه. هنا فقط الا عندك قدره كبيره احسن ديرها فيها باش هكا طيب لك وتسدي لك داك المذاق اللي بغيت. كأول مرة زعما طيبها احسن شي طيبها في بالحاجة واسعة. ايوا ها هي هنا الحمد لله من بعد ما طابت لينا. شوفوا بسم الله ما شاء الله داك لاصوص كيعاقد. وها هي النتيجة قدامكم. شوفوا بسم الله ما شاء الله. وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية الفيديو. نتمنى أنه يكون عجبكم. لا تنسوا اشتراك الوصفة مع أصدقائكم وأحبابكم. نتلقاو إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة. ودمتم في رعاية الله وحفظه.